ايميل زي ده بيستهلك كل الميه دي. لما تيجي تكتب طلب لشات جي بي تي، طلب بيقوم رايح للسيرفر اللي بيروح يجمع المعلومات من الداتا سنتر ويتوه في مليارات المعلومات عشان يدينا في الاخر الرد المناسب، وبعد كده يبعته للسيرفر فيبعته لك. تقول لي طب وايه المشكله؟ يعني الايميل اللي بخلي الاي اي يكتبه لي هو اللي هيبوظ الدنيا؟ وبعدين ايه كميه الميه اللي بيستهلكها الاي اي دي؟ ازاي يعني؟ الداتا سنترز اللي موجوده في العالم بتسخن جدا مع الاستخدام. عشان تطلع لك ايميل 100 كلمه بتستهلك 550 ملي ميه للتبريد، تقريبا قد ازازه الميه دي، وده مجرد ايميل. لو عملت كده مره في الاسبوع لمده سنه هتلاقي نفسك مستهلك اكتر من 27 لتر ميه في السنه. اللي في ايدي دي 18 لتر بس، يعني قد دي مره ونص. طبعا الكلام ده مش للي قاعده تحكي مشاكلها للاي اي، لان كل ما كان الطلب معقد اكتر تستهلك طاقه اكبر. وعلى حسب تقارير شات جي بي تي ففي اسبوعيا اكتر من 200 مليون شخص بيستخدموه، يعني مش اقل من 5 مليار و400 مليون لتر ميه بيتم استهلاكهم في السنه. طبعا غير الاي اي موديلز الثانيه. المشكله ان الميه مش الحاجه الوحيده اللي الاي اي بيستهلكها. نفس الايميل ده بينور 14 لمبه لمده ساعه بحالها. اضرب بقى واحسب وشوف كميه الكهرباء اللي بتستهلكها وتاثيرها على الكوكب بتاعنا. الفكره ان الاي اي عشان يعرف يدينا ردود مفهومه وبسيطه، الشركات بتقعد تدربهم فترات طويله عشان توصل للنتيجه دي، وده بيستهلك كميات كبيره جدا من الطاقه. مايكروسوفت عشان تدرب شات جي بي تي 3 استهلكت 700 ألف لتر من الميه. الشركات وصلت انها هتبدا تبني مفاعلات نوويه عشان تخدم على الداتا سنترز اللي بتغذي الاي اي. شركات زي جوجل وامازون مضوا تعاقدات عشان يبنوا مفاعلات نوويه عشان تخدم على الموديلز بتاعت الاي اي الخاصه بيهم. المفاعلات النوويه بقى بتستهلك برضو كميات ميه مهوله عشان التبريد. انت بتتكلم ان الداتا سنترز بتستهلك ميه، والمفاعلات النوويه اللي بتولد لها كهرباء برضو بتستهلك ميه. فلو هتستخدم الاي اي استخدمه عدل، الله يسترك.